في سجل الزمن هناك مدن قليلة جداً تتجاوز حجارتها وأسوارها لتتحول، لتصبح فكرة محورية في تاريخ أمة بأكملها. فاس هي واحدة من هذه المدن النادرة. هي ليست مجرد موقع على خريطة، لا، بل هي النقطة التي تبلورت فيها هوية المغرب. هي المشروع الحضاري الذي صاغ الدولة ورسم ملامح الذاكرة الجماعية على مدى 12 قرناً. حكايتها في الحقيقة لا تبدأ بوضع حجر أساس، بل تبدأ بلحظة إلهام ودعاء. هذا الدعاء هو أكثر من مجرد ابتهال، إنه وثيقة التأسيس الفكرية للمدينة. هنا الإمام إدريس الثاني يعلن أن الهدف من هذا المشروع الضخم ليس المباهاة العمرانية، بل إقامة نظام تكون فيه العبادة والعلم والعدل هي الركائز الأساسية. لقد غرس في تربة فاس الأولى ما يشبه العقد الحضاري، الروح التي ستجعل من هذه المدينة البوتيقة التي انصهرت فيها الدولة بالدين والسياسة بالمعرفة. حسناً، لكي نفهم الأثر العميق لفاس يجب أن نستوعب أولاً الفراغ الذي وجدت لتملأه. علينا أن نعود بالزمن إلى الوراء، إلى مغرب ما قبل الدولة، إلى مشهد سياسي واجتماعي كانت فيه الكلمة للقبيلة والولاءات موزعة والهوية مشتتة. كانت الأرض تنتظر مركز ثقل يلم شتاتها. قبل القرن التاسع الميلادي كان المغرب الأقصى مجرد جغرافيا شاسعة تحكمها أعراف القبائل الأمازيغية. لم تكن هناك سلطة مركزية قادرة على فرض سيادتها أو توحيد رؤية. كان الفراغ سياسياً وروحياً في نفس الوقت، ومن هذا الاحتياج بالذات ولدت فكرة فاس. لم تكن خياراً معمارياً عابراً، بل كانت ضرورة وجودية لإنشاء كيان سياسي مستقل ومرجعية إسلامية تكون هي الضامنة لوحدته واستمراره. التأسيس تم على مراحل، وكأنه بناء أمة خطوة بخطوة. في عام 789 أنشأ إدريس الأول عضوة الأندلسيين، وبعد عقدين فقط في 809 بنى ابنه إدريس الثاني عضوة القرويين على الضفة المقابلة. لقرون طويلة عاشت المدينتان جنباً إلى جنب ككيانين منفصلين، لكنهما يحملان بذرة الوحدة، إلى أن جاء عهد المرابطين في القرن 11 الذين أدركوا أن قوة العاصمة تكمن في وحدتها. فماذا فعلوا؟ هدموا الأسوار الفاصلة وبنوا سوراً واحداً عظيماً لتولد فاس المدينة الموحدة كرمز لتوحيد المغرب نفسه. وهنا بضبط يكمن جوهر عبقرية فاس. لم تبنى لتكون مدينة ثم تصير عاصمة، بل ولدت كمشروع دولة متكاملاً منذ البداية. لقد صممت بنيتها ووظيفتها لتكون المركز الذي لا ينفصل فيه السياسي عن الروحي والإداري عن الفكري. كانت فاس ببساطة هي التجسيد المادي لفكرة الدولة الإسلامية في المغرب، حيث يبنى الحكم على أساس الشرعية الدينية وتصان الدولة بقوة المعرفة. ومن هذه اللحظة التأسيسية انطلقت فاس في رحلتها لتصبح ليس فقط عاصمة لدولة، بل قلباً نابضاً لحضارة. تحولت الرؤية إلى واقع ملموس، وأصبح المشروع منارة علمية وثقافية امتد إشعاعها لقرون ليرسم ملامح عصر ذهبي فريد. في قلب هذه المدينة النابضة تجلت الروح المعرفية في أبهى صورها. في عام 859 وضعت فاطمة الفهرية بوقفها الخالد حجر الأساس لجامع القرويين. في البداية كان مكاناً للعبادة، لكنه سرعان ما تطور ليصبح أقدم جامعة مستمرة في العمل في العالم. لقد كان مصنع النخب العلمية والفكهية التي كانت تقدم للدولة شرعيتها الفكرية وكوادرها الإدارية. من هنا، من القرويين، تخرج العلماء الذين صاغوا العقل المغربي لقرون طويلة. كان النسيج الاجتماعي داخل أسوار فاس أشبه بنظام حيوي متكامل. العلماء كانوا يمثلون السلطة الرمزية وحفظة المرجعية. التجار كانوا شريان الحياة الذي يربط المدينة بالعالم الخارجي. الحرفيون كانوا ذاكرة الأمة الفنية وصناع هويتها المادية. والمتصوفة هم من كانوا يعمقون البعد الروحي للمدينة. هذه لم تكن مجرد طبقات اجتماعية متجاورة، بل كانت أدواراً متكاملة، كل منها يخدم وظيفة أساسية في استقرار وازدهار هذا الصرح الحضاري. اقتصاد فاس لم يكن محكوماً بمنطق الربح والخسارة فقط، بل كان منظومة قيم متكاملة.
من جهة، كانت هناك الشريعة الإسلامية التي وضعت الإطار القانوني بتحريم الربا والغش وتأسيس آليات التكافل مثل الزكاة والأوقاف. ومن جهة أخرى، كان هناك العرف، وهو القانون غير المكتوب القائم على التقاليد والثقة المتبادلة. في أسواق فاس كانت الثقة التسويقية عملة أثمن من الذهب، وكانت الكلمة بمثابة عقد ملزم. كان هذا تجسيداً حياً لما نسميه اليوم بالاقتصاد الأخلاقي. كل مدينة عظيمة لها عصرها الذهبي، وعصر فاس ذهبي كان بلا شك هو العصر المريني. خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر بلغت المدينة ذروة مجدها كعاصمة إمبراطورية، وهذا المجد لم يكن سياسياً فقط، بل تجلى في عمارة خالدة. المدارس التي شيدها المرينيون مثل البوعانية والعطارين لم تكن مجرد مؤسسات تعليمية، بل كانت تحفاً فنية حقيقية نقشت فيها المعرفة والجمال، وما زالت إلى يومنا هذا شاهدة على عظمة ذلك الزمن. في عام 1276 أظهر المرينيون فهماً عميقاً لفن الحكم. بناء فاس الجديد لم يكن مجرد توسع عمراني، بل كان عملية فصل استراتيجي بين وظائف الدولة. في فاس القديمة، فاس البالي، بقيت الروح والقلب النابض للمجتمع والعلم والتجارة. أما في فاس الجديد فقد تمركزت قوة السلطة، القصر السلطاني، السكنات العسكرية، الدواوين الإدارية. بهذا الفصل الذكي تم تحصين مركز القرار وتأكيد هيمنة الدولة بشكل لا لبس فيه. ولكن في تاريخ الدول والحضارات لا شيء يدوم إلى الأبد. بعد قرون من كونها مركز الكون المغربي، بدأت شمس فاس بالتحول ببطء نحو الغروب. إنه الكسوف الطويل والبطيء الذي بدأ مع تغير موازين القوى داخل المغرب، ليبدأ فصل جديد ومختلف في حكاية المدينة. التحول بدأ مع وصول السعديين الذين نقلوا العاصمة السياسية إلى مراكش، ثم جاء العلويون الذين اختاروا مكنس وبعدها الرباط. ومع كل انتقال للعاصمة كانت فاس تفقد جزءاً من وظيفتها كمركز للدولة. صحيح أنها احتفظت بمكانتها كعاصمة روحية وعلمية، لكن هذا الفصل بين السلطة الزمنية والسلطة الرمزية كان بداية لتهميش دورها الفاعل في صناعة القرار السياسي. العمارة هي لغة السلطة الصامتة، والأبراج التي بناها السعديون في القرن السادس عشر حول فاس لم تكن تتحدث لغة الحماية، بل لغة السيطرة. برجا الشمال والجنوب لم يبنيا لصد عدو خارجي، بل لمراقبة مدينة داخلية، مدينة قوية ومتمردة أحياناً. كانت مدافعهم موجهة نحو أحيائها في إعلان واضح وصريح عن تغير طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم. التحول الأخير والحاسم جاء مع الحماية الفرنسية عام 1912. نقلت العاصمة بشكل دائم إلى الرباط، لكن الأثر الأعمق كان في بناء المدينة الجديدة أو لا فيل نوفيل على الطراز الأوروبي خارج أسوار فاس القديمة. هذا الفصل العمراني كان في جوهره فصلاً حضارياً. لقد تم عزل المدينة القديمة وتحويلها إلى موضوع للتراث، بينما انتقلت الحياة الإدارية والاقتصادية الحديثة إلى الفضاء الجديد. بعبارة أخرى، حفظت فاس القديمة كأيقونة من الماضي، لكن تم تجريدها من وظائفها الحيوية. وهكذا اكتمل التحول. المدينة التي كانت مشروعاً حضارياً حياً أصبحت نصباً تذكارياً محفوظاً. الجسد المعماري البديع بقي شاهداً، لكن الوظيفة التي منحته الحياة والروح كمركز فاعل ومؤثر في صناعة التاريخ قد تغيرت إلى الأبد. واليوم حين نتجول في أزقة فاس التي تضج بعبق التاريخ، يطرح سؤال نفسه بإلحاح: ما الذي بقي من روح فاس؟ ما الذي بقي من ذلك المشروع الحضاري العظيم الذي لم يكن مجرد عمران، بل كان رسالة وهوية؟ يا ترى هل ما زال صدى دعاء الإمام إدريس يتردد بين جدرانها؟ هل ما نشهده اليوم هو امتداد حي لتلك الرؤية التأسيسية، أم أننا نقف أمام متحف فخم يعرض ذاكرة مجيدة لروح غادرت المكان؟ لا شك أبداً أن لفاس يوم مكانة مرموقة. هي العاصمة الروحية للمملكة، وموقع مصنف ضمن التراث العالمي لليونسكو، وذاكرة حية تختزل تاريخ المغرب في أزقتها ومدارسها. إنها بكل تأكيد كنز لا يقدر بثمن، وشاهد حي على هوية أمة. ولكن خلف هذا التقدير والإجلال تكمن مفارقة عميقة، أو ما يمكن أن نسميه
أزمة معنى. لقد تلاشى دورها كمحرك حضاري فاعل. أصبحت فاس اليوم تزار وتدرس وتصور أكثر مما تقود وتشرع وتلهم. بقي الشكل المعماري الرائع، لكن الوظيفة التي بررت وجود هذا الشكل قد انحسرت بشكل كبير جداً. في النهاية، قصة فاس ليست مجرد تاريخ لمدينة، بل هي مدخل أساسي لفهم تاريخ الدولة المغربية نفسها. هي مرآة نرى فيها تحولات الهوية ونطرح من خلالها السؤال الجوهري حول العلاقة بين الإسلام كمرجعية روحية والإسلام كمنظومة حضارية قادرة على بناء الدول وتوجيه المجتمعات. فهم تاريخ المدينة التي صاغت الأمة ليس ترفاً فكرياً، بل هو ضرورة لفهم الحاضر واستشراف المستقبل.